هل كان أحد يتوقع أن يكون منتخب فرنسا أول العائدين إلى بلاده من بين 32 فريقا تشارك في نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا؟ هل كانت مفاجأة أن يكتفي البلد الذي توج بطلا للعالم عام 98 وحل وصيفا عام 2006 بالحصول على نقطة واحدة من التعادل مع أوروغواي مع هزيمتين من المكسيك وجنوب إفريقيا؟ ليس هذا فقط، فالروح الرياضية غابت عن لاعبين استحقوا بطاقات صفراء وحمراء، وغابت كذلك عن مدرب رفض مصافحة المنافس في سابقة قلما تحدث في ملاعب كرة القدم. هذا هو ما حدث بالفعل، ليعود الديوك إلى بلادهم في مشهد حزين تاركين حلبة المنافسة لفرق معظمها أقل شهرة لكنها أفضل أداء وأكثر جدية وانضباطا. لكن هذا ليس كل شيء، فما حدث لفرنسا في مونديال جنوب إفريقيا ليس مجرد نكسة كروية، فهذه المرة لم تمتلك فرنسا فريقا بمعنى الكلمة، كما أن شقاقا بدا واضحا بين اللاعبين ومدربهم وبين اللاعبين أنفسهم، حيث تحدث البعض عن تمييز بسبب لون البشرة وعن كراهية بين لاعبين ينتمون لبيئة برجوازية وآخرين قدموا من الضواحي الفقيرة. أما المدرب ريمون دومينيك فكان دائما محل ثقة مسؤول الرياضة وحتى السياسة في فرنسا، لكنه لم يحظى أبدا بثقة الجماهير أو الإعلام أو اللاعبين الذين رفضوا حتى مجاورته في مؤتمر صحفي. ووصل الأمر أخيرا إلى وصفه من جانب النجم الشهير زين الدين زيدان بأنه ليس مدربا وإنما مجرد منتقل للاعبين. الصحافة الفرنسية قالت إن المهاجم نيكولا أنيلكا وصف مدربه بابن العاهرة، ولذلك طرد من الفريق، واللاعب اعترف فقط بمشادة حدثت مع المدرب ولام من سربها للإعلام، واللاعبون أضربوا عن المران تعاطفا مع زميلهم. أما القائد باتريس إيفرا فوعد بتوضيح لاحق وأكد أن ما نشر لم يكن كل الحقيقة. الأزمة إذن كبيرة ولا تبدو انعكاساتها رياضية فقط. وزير الخارجية برنار كوشنير وصفها بأنها مسلسل مروع، بينما أكد الرئيس نيكولا ساركوزي على أهمية التحقيق والمحاسبة من أجل استخلاص النتائج من هذا الفشل الذريع.